السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البث الأول المسجل صباح هذا اليوم من قناة خوارق عوالم خفية وما وراء الطبيعة. بعد إتمام تسجيله سوف نحدد له موعد لتروه بعد ظهر هذا اليوم. اليوم رحلة سفينتنا إلى إيطاليا، إلى حدث قبل ما يقارب 100 عام. حدث غريب عجيب، كل ما يمكن وصفه إنه أحد الخوارق أو ما وراء جدران الطبيعة. حدث اختفى به قطار في رحلته التجريبية الأولى، الذي كان متقدما عن عصره في هذاك العصر قبل 100 عام، وعلى متنه 100 راكب، إضافة إلى طاقم القطار 6 أشخاص من رجال الأعمال، من الأرستقراطيين الإيطاليين ومن عامة الشعب المختارين. اختفى القطار بعد أن دخل نفق ولم يخرج. ذلك هو قطار شركة زاناتي الإيطالية الموجودة كانت في روما في عام 1914 في 12 من شهر تموز لعام 1914. القطار صنعته شركة زاناتي الإيطالية في روما، وكان رحلة تستغرق 5 ساعات من روما إلى ميلانو. بدأت الرحلة وكل شيء طبيعي، إلى أن وصل القطار إلى نفق طوله 1 كيلومتر، يعني يعبر في دقيقة. هذا النفق في جبل لومباردو. الناس رأوه وهو يدخل، لأنه تجمعوا، لأنه قطار سابق لعصره في هذاك العصر، وسرعته تعتبر أسرع قطار في ذلك العصر، وهو مكون من 3 عربات وعربة اللي هي العربة الإنجن اللي تجر القطار. فدخل القطار في النفق، شاهدوه يدخل ولم يشاهدوه يخرج بعد 2 دقيقتين، فاضطر السكان المحليون الاتصال بالشرطة. فجاءوا الشرطة، فكانوا يتوقعون أن القطار تحطم أو حدث له حادث، لكن في الواقع القطار لم يكن له وجودا أبدا، كأنه اختفى أو هو اختفى، لا أثر له، لا دليل إلى أين اختفى. فبحث الباحثون والمخبرين حول أين اختفى القطار. ليومنا هذا لم يحل لغزه، لكن واقعيا أن هذا القطار خرق كل قوانين الطبيعة واختفى. اليوم الإنسان في عصرنا هذا يتساءل: أين اختفى القطار؟ هل هو تجربة أخرى مثل تجربة فيلادلفيا
التي قام بها أينشتاين في خمسينات القرن الماضي، ونقل سفينة اللي هي سفينة فيلادلفيا من مدينة إلى مدينة أخرى بتقنيات اللي هو وفقا النظرية النسبية. اليوم بعد 100 عام هناك تساؤل. طبعا وضعت نظريات وافتراضيات، منها أن هذا القطار نقل مثل ما نقلت، فكان في تقنيات في هذاك العصر. هذه التقنيات نقلته من مدينة إلى مدينة، وأخفوا هذا القطار وفق برنامج أو مخطط لتجربة نوع من التقنيات التي تنقل من مكان إلى مكان. في نظريات أخرى تقول إن القطار انتقل عبر بوابة زمنية من مكانه إلى بعد آخر أو إلى كون آخر، أو ربما البعد الموازي أو البعد المقلوب أو الكون المقلوب. في عندنا كون موازي وكون مقلوب، يعني الأرض في لها أرض موازية وفي أرض مقلوبة، يعني مثل اللي هو السالب والموجب، أو above the line below the line، بس بشكل مقلوب أو معكوس. طبعا بعد اكتشاف النظريات الكمية والبعد الكمي، والبعد الكمي ثماني النانو، أي ممكن للمادة بمجموعها، سواء المادة القديمة أو المادة الجديدة أو المادة التي ستكون مادة ولم يعلن عنها لحد هذا اليوم، صغرت بطريقة معينة، أو صغر هذا القطار ضمن هذه التقنية التي ممكن في هذاك الزمن كان ناس منتقلين من كون موازي أو كون معكوس عندهم هذه التقنية، وهذا وارد طبعا بعد ما اكتشفت الطاقة الكمية والوزن والزمن الكمي المعكوس والمسافة الكمية المعكوسة والمكان الكمي المعكوس والأبعاد الزمنية في المكان والزمن الثابت والمكان المتحرك الكمي. ممكن يعني اليوم التفسير ضمن هذه النظريات ممكن جدا، لأنه هذه النظريات تخطت النظرية النسبية. احنا نتكلم عن طاقة، هذه الطاقة الضوئية أسرع وهي ليس ضوئية عادية، إنما ضوئية كمية، تنتقل أو تصغر فيها الأشياء إلى ما بعد الرؤية، بحيث أن لا ترى، ويتم نقلها إلى مكان آخر، ومن ثم إعادة، يعني نسوي لها عكس لعملية التصغير. وهذا ما توصلنا له قبل 5 سنوات، كيف نرجع المادة من تصغيرها ضمن نظرية ثمانية النانو مايت، أي تصغير المادة إلى القوة 72، وكيف ترجع هذه المادة بعد ما تنقلها إلى بعد آخر، كيف ترجعها إلى الحجم الطبيعي. هذا اكتشفنا قبل 5 سنوات، لأنه نحن من وضعنا نظرية ثمانية النانو أو تصغير المادة إلى القوة 72. فاكتشفنا كيف نرجع هذه المادة المصغرة إلى مادة كما كانت حجما ووزنا وشكلا وأبعادا
وكما إلى ما كانت عليه قبل عملية التصغير. عملية التصغير محتاجة إلى عمليات نقل إلى عبر بوابة زمنية، فتح البوابة الزمنية تصغر هذه بحيث أن تصير مثل جزيئات. يعني الإنسان مثلا إذا يريد ينتقل إلى عبر البوابة الزمنية باستخدام تقنية ثمانية النانو، تفتح البوابة تكون فاتحة على أبواب، يعني على أبعاد لا نهاية لها. فأنت لازم بما أن أنت تستخدم الطاقة الضوئية الكمية، لازم يكون حجم المادة بحجم الجسيم الضوئي غير المرئي، لأنه البروتونات الضوئية اليوم في إلها كوركس، من ميزونات وباريونات، وفي أيضا قسم آخر لم يعلن بعد، عندما نقرر الإعلان عنه راح تسمعون عنه. ممكن، بس كانت الإشكالية يوم عملت اللي هو نظرية، أو وضعنا نحن في الثمانينيات، في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تحديدا سنة 87 هذه النظرية، وتم تطبيقها في بريطانيا وفي سويسرا. وضعناها لأشياء محددة: تصغير المادة إلى القوة 72، تستخدم في الصناعة الدوائية، تستخدم في النواحي الاقتصادية، تستخدم في النواحي العسكرية، تستخدم في النواحي العلمية، فتح بوابات النجوم. اليوم أنت إذا تريد تنقل إنسان عبر بوابة إلى كون آخر، يجب أن تصغر هذا الإنسان إلى الحجم الكمي الغير مرئي لينتقل، فما يأثر عليه شيء. يوم يوصل إلى المكان اللي أنت حددته، لازم يكون عندك طريقة معينة ترجع هذا الإنسان إلى حجمه وشكله وأبعاده وكميته الكمية، أو الوزن والكم ماله. وهذه وصلنا لها قبل 5 سنوات. كيف نعكس المعادلات الكمية من معادلات تصغيرية إلى معادلات تعيد نفس الحجم ونفس الأشكال والأبعاد وكل شيء. إذن وفقا لما نقوله، في عام 7000 قبل الميلاد استطاع علماء في هذاك الزمن في بلاد ما بين النهرين الوصول لما وصلنا له اليوم. كيف انهم ينقلون الاشياء بعد، بس الفرق هم ما اكتشفوا النظرية الأوكتونانو أو ثمانية النانو، تصغير المادة إلى، اكتشفوا طريقة يعملون على تحليل ذرات الجسم وإرجاعها متلاصقة، وليس لتصغيرها لتكون بحجم الكم أو الجسيم الكمي الضوئي الغير مرئي، وإعادتها إلى الحجم الطبيعي والشكل الطبيعي والأبعاد الطبيعية. نعم، احنا قلنا وما زلنا نصر ان كل شيء يبدأ من العلم. في هذاك العام، يعني في قبل حوالي 9000 سنة، اكتشفت حضارة نيبور الأولى، وبعدها دللت عليه حضارة سومر الأولى، كيف الإنسان ممكن أن ينتقل ما بين الأبعاد، خصوصا أن البوابات النجمية اللي في العراق التي قلنا أنها 15، آخر
اكتشف علماء عراقيين وإنجليز قبل 3 شهور إن البوابات النجمية اللي في العراق بوابات لا حصر لها، في فوق الأرض، في تحت الأرض، لا أحد يعرف مكانها، وصايرة بشكل أبعاد سداسية سباعية تواجدها في داخل العراق. احنا كل ما نتكلم عليه من علم نعرفه وواثقين فيه يتعلق في بلدنا العراق. لذلك قطار زناتي وفقا للنظريات الحديثة التي وضعناها نحن وعلماء آخرين هو فعلا انتقل إلى زمن آخر، إلى بعد آخر، إلى كم زمني ومكاني يا يكون غير مرئي يا معكوس ضمن بوابات الطاقة الضوئية. يعني اليوم أقدر أقولكم إن في بوابات نجمية وفي بوابات ضوئية، وهي أسرع بكثير من البوابات النجمية أو التايم تونل. البوابات الضوئية الكمية التي اكتشف لحد اليوم، لحد هذا البث، اكتشف في العراق منها 7، 2 منهم بالبصرة والباقي موزعين على بقية العراق. هذا أول اكتشاف. اكتشف أيضا مجموعة من العلماء الإنجليز والعراقيين واليابانيين واليهود ما تسمى البوابات الضوئية الكمية في الزمن المستمر والزمن المحفوظ، الزمن الكمي المستمر والزمن الكمي المنعكس أو المعكوس. نعم، هذا هو العراق، هذا هو العراق أيها السادة والسيد. فقطار زناتي أن يعني شافوه بأوكرانيا، شافوه بمكسيكو، يعني الأشخاص أحيانا القطار شافوه بأماكن أخرى في بريطانيا. أيضا شوهد للحظات يمر فيها عبر السكة الحديدية لقطار الشرق السريع من البصرة واختفى. الواقع هو عبارة عن قطار اكتسب طاقة ضوئية كمية فاخترق البوابات الضوئية التي الإنسان ما كان يعرف فيها، يعتقد أن في مجرد بوابات كونية أو نجمية. واليوم نعلن لكم أن العلماء مثل ما قلنا الإنجليز والعراقيين واليابانيين واليهود اكتشفوا ما يعرف بالبوابات الضوئية التي تستخدم الطاقة الكمية الضوئية والطاقة الكمية الضوئية المنعكسة في الزمن الكمي المستمر الانفينيتيف والزمن الكمي المعكوس reversed quantum time. هذا اللي ما حصل لهذا القطار، وهذا هو أول إعلان للعالم عن ما يعرف بالبوابات الضوئية الكمية في الكم المستمر أو الانفينيتيف والكم المعكوس في الزمن المستمر أو infinitive time أو reversed infinitive quantum time أو reverse quantum time. هذا هو العراق، وهذه رحلة سفينتنا اللي هي 32 إلى قطار زناتي لنعرف ماذا حصل له عبر تفسيرات اليوم. هذا الزمن الذي كانت موجودة قبل 9000 سنة في
نيبور وسومر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أن تشتركوا في قناة المعرفة، وهذا شيء لكم لصالحكم. ونرجو أن أيضا، والأهم عندنا من الاشتراك وعمل اللايك والضغط على زر الإشعارات بأول. اللي يهمنا أهم من كل هذا أن تنشروا هذه البثوث ليتعلم أو ليتعرف عليها العراقيين، وهو ما يهمنا، وأيضا لتكون أشياء تفسر للعالم ما هو عجز عن تفسيره من علماء حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم إن شاء الله في مساء اليوم في بث آخر من قناة خوارق عوالم خفية وعوالم فيما وراء الطبيعة.